كابتن محمد ابو تريكه نجم منتخب مصر والنادي الاهلي، واحنا راجعين من رحله العوده لماتش زيسيكو، يعني شايف الماتش ازاي والنتيجه ايجابيه ولا لا؟ وهل زي ما قال مستر جوزيه نتيجه يعني خدعه وما نطمنلهاش قوي غير لما نرجع ان شاء الله تكون في نتيجه ايجابيه لماتش زيسيكو؟ طبعا يعني زي ما قال مستر مانويل المباراه خادعه طبعا. نتيجه 0-0 دي نتيجه خادعه. في نفس الوقت احنا يعني الفلسفه بتاعتنا دايما احنا بنلعب بره او جوه بنلعب على المكسب، انما كان في ظروف معينه كانت ارضيه الملعب سيئه والاجواء، انما الحمد لله يعني ادينا مباراه يعني فنيا مش عاليه، انما كان في خطه بننفذها، انما ما كانش في فاعليه في الهجوم. انما الحمد لله يعني النتيجه كويسه نوعا ما لحد ما نيجي ماتش العوده ان شاء الله يبقى فيه تركيز اكتر ويبقى فيه اصرار اكتر على المكسب، وان شاء الله يكون نخش دوري المجموعات ان شاء الله. يعني ناس كتير يمكن ما شافتش الشوط الاول لانه ما اتذاعش في مصر، كان في هم معتمدين قوي على الكور الطويله اللي ورا احمد فتحي او ورا سيد معوض. بالعكس احنا بقى يمكن في ماتشات كتيره، يعني انت كابتن محمد بركات شوقي عاشور كان في باصات كتيره وكنا ممكن نوصل ونعمل هجمات، لكن اللمسه الاخرانيه كانت هي اللي مش مظبوطه شويه. يعني يجي ازاي الاحساس ده للعيبه وان احنا كنا في ملعب سيء زي ده بس كنا كويسين قوي وبالذات على كره يعني بنلعب كره على الارض. زي ما بقول لك يا رامي الفلسفه بتاع مستر مانويل دايما ان هو بره او جوه انت بتلعب على المكسب. الفرق الكبيره زي فرقه النادي الاهلي دايما بتبحث عن المكسب، بتبحث عن البطولات، ودايما بيبقى الحافز الداخلي اللي عندك تبقى المكسب. انما زي ما بقول لك الظروف اللي كانت موجوده سوء ارضيه الملعب انما كان لها دور كبير، انما في نفس الوقت انت دايما بتلعب على المكسب، ودي الفلسفه الموجوده عند كل اللاعبين وموجوده دايما في الاجيال المتعاقبه في النادي. وزي ما بقول ان شاء الله من ماتش العوده يبقى في اداء احسن ان شاء الله، وفي فاعليه اكتر وفي ايجابيه اكتر وفي تهديد للمرمى المنافس ان شاء الله، ونسجل اهداف كتير ان شاء الله ونصعد لدوري المجموعات ان شاء الله. يعني الناس بتفكر بلاعيبه النادي الاهلي يعني خلاص ريحوا وعارفين ان هم خلاص وصلوا لدوري المجموعات. عندنا كمان ماتش صعب، ماتش المصري. انتوا ماشيين بطولتين على التوازي، متركزين ان شاء الله، الفرق 6 بونت زي ما انت عارف، وعندنا برضو زيسكو الوقت ضيق. بنسيب ماتش زيسكو ونركز في ماتش المصري، ولا اللعيبه كلها وانت يمكن ادرى واحد بيهم مركزين اكتر في دوري الابطال الافريقي؟ وممكن مش عارف بقى ده احساسك ولا لا، ال6 بونت صعبين ان هم يتعوضوا ولا لا؟ لا دايما زي ما بقول يعني احنا عندنا سياسه برضو موجوده، كل مباراه على حده وكل بطوله على حده. كل مباراه احنا بنلعبها بتبقى لها حسابات خاصه ولها استعدادات خاصه ولها فلسفه خاصه. ماتش في الدوري بيبقى له استعدادات خاصه، بطوله الدوري زي ما انت عارف البطوله المحببه لجمهورنا ولاعيبه النادي، والحمد لله عاوزين نحافظ عليها. وفرق 6 نقاط مش الامور مش صعبه، ولسه في ماتشات كتيره. دايما انت بتبحث عن انت ماشي ازاي او سياستك ازاي، انت بتبحث عن ايه؟ انت بتبحث عن المكسب وتسيب الامور. شوف المنافسه لسه في ماتشات كتيره سواء ليك صعبه او للمنافسين صعبه، فلسه بطوله الدوري موجوده. فرق النقاط 6 فرق مش كبير، انما في نفس الوقت انت بتسعى ان انت تنافس على البطوله وتعوض فارق النقاط. عندنا ماتش صعب، ماتش المصري. انا بعتقد يعني احنا قلنا للعيبه كنا مجتمعين بعد المباراه ان ده مفتاح المنافسه، مفتاح الدخول للدوري، انما فرقه المصري فرقه محترمه على ملعبها، بيبقى جمهور بيبقى اديها حافز اكتر، وماتشات كبيره محتاجه ان انت دايما بتديك ثقه لما تكسب ماتشات خارج ملعبك، خاصه مع فرقه المصري بتبقى تديك برضو ثقه، وفي نفس الوقت انت بتقول الرسائل للناس ان انت موجود ولسه عندك نفس ان انت لحد اخر لحظه انت بتنافس على بطوله الدوري. انما تيجي بعد كده بتاخد بطوله افريقيا بتستعد لها استعداد خاص، انما كل مباراه على حده. عايز اكلمك، البطوله السنه دي صعبه شويه في دوري الابطال الافريقي، يمكن غير السنه اللي فاتت واللي قبلها اللي كسبها نادي مازيمبي. عندنا فرق كبيره، في فرق من تونس كبيره ومازيمبي نفسه وفرق تونس. ان شاء الله باذن الله حظوظ النادي الاهلي شايفها عامله ازاي، خاصه ان احنا زي ما بنقول مستر مانويل لسه جاي وعايز يبني فريق جديد. مش عايزين نسبق الاحداث، احنا عايزين الاول نستعد للماتش العوده، وبعد كده ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونخش دوري المجموعات. في حسابات تانية، واعتقد ان مستر مانويل له حسابات تانية بحيث اللاعبين والقايمه ولاعيبه جداد
واستعدادات تانية. اعتقد ان الاهم دلوقتي ان انت تعدي ماتش العوده، تكسب وتوصل لدوري المجموعات، بيبقى فيه حسابات اخرى. انا زي ما بقول البطوله الافريقيه بطوله كبيره وبطوله وحشه النادي ووحشه اللعيبه، زي ما بتبقى لها رونق خاص. اعتقد ان احنا بقى لنا يعني سنتين او 3 سنين داخلين ان احنا بعاد عنها، فاعتقد ان احنا ان شاء الله عندنا تصميم السنه دي. بس اهم زي ما بقول كل مرحله ولها اهتماماتها. عندنا اهتمامنا الاول ماتش العوده ان شاء الله ونعدي، وبعد كده يبقى في تفكير في الادوار اللي بعد كده ان شاء الله. يمكن عايز اقول لك كل اللي بيهاجموك شخصيا الفتره اللي فاتت بالذات بعد ماتش الجيش، حسوا شويه ان مستر جوزيه ممكن يعني يسحب البساط شويه او يلعب كابتن ابو تريكه ربع ساعه نص ساعه اللي هم بيقعدوا يعني تعبنا شويه بيها. اللي ما شافش الشوط الاولاني وما شافش الشوط الثاني في مازيمبي، يعني بسم الله ما شاء الله انت طالع في دقيقه كام، يعني 90 تقريبا او 89 في اخرها. الاداء الهجومي على اعلى مستوى، الدفاعي على اعلى مستوى، لدرجه ان كل الكور المشتركه والعاليه اللي كانت بتبقى موجوده بينك وبين مدافعي مازيمبي انت واخدها. ايه السبب؟ ومع انه ماتش صعب وفي ظروف صعبه. مصمم على مازيمبي ليه؟ نكون عشان ماتش زيسكو. انا نفسي بصراحه يبقى النهائي احنا ومازيمبي ونكسب. لا يعني كل واحد بيجتهد، والواحد بيشوف شغله وبيجتهد اجتهاد. زي انا ليا دور بقوم بيه زي اي لعيب في الفرقه. في نفس الوقت انا تحت امر زي ما بقول كلنا، يعني تحت امر الجهاز الفني. العب، اقعد، اطلع بره. دي بتبقى سياسه الجهاز الفني، ومش سياسه الخواجه بس، سياسه مع اي مدير فني كان موجود قبل كده. دي سياسه الموجوده في الفرقه، وكل واحد بيبقى له دور بيحترمه. كل واحد بيبقى له توقيته اللي شايفه المدير الفني ان هو ينزل فيه، بيبقى لازم تحترم برضه. وكل واحد ما عليه ان هو ينفذ مهامه وينفذ الحاجه الموكله اليه. نفس الوقت التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما بقول يعني اهم حاجه ان الفرقه تمشي كويس، والفرقه تحقق بطولات، والفرقه تسعد الناس اللي هي بتنتمي اليها. بتكلم مع مستر مانويل جوزيه على موضوع اعاده بناء فريق والمستقبل والتحفيز للمستقبل. بكلمه ان الاعلاميين مجرد ما بيسمعوا كلمه بناء المستقبل معناها ان انا هجيب مجموعه من الناشئين احطها مكان اللعيبه الكبار، وكده المركب هتمشي وهتبقى الفرقه كبيره قوي. انت متفق مع الراي ده ولا مش؟ عايز اقول لك مستر جوزيه قال لي ايه، قول لي انت رايك في الموضوع ده. لا يعني هو دايما من سنن الكون، من سنن الحياه التغيير. بس لما تيجي تغير ما تنفعش تغير مره واحده. ان يعني انت عاوز تنقل الخبرات والحاجات اللي انت اكتسبتها للشاب اللي طالع جنبك ده. مين اللي هينقل له الخبره دي، او مين اللي هينقل له الاحتكاكات دي، او مين اللي هينقل له المواقف دي؟ اللي يكون واحد عشان. فدي هي دي المرحله اللي لازم الناس تاخد بالها منها، مرحله النقل الخبرات ونقل المواقف ونقل الطموح ونقل الاحساس نفسه. ان انت ما بتلعبش في نادي صغير، انت بتلعب في نادي كبير، مطالب في كل الاوقات ان انت تحقق بطولات، مطالب في كل الاوقات ان انت تقدم كوره تمتع الناس. فده عامل صعب مش عامل سهل. فده اللي بيعمل النقله دي اللعيبه الخبره او اللعيبه الكبار. الاثنين يعني زي ما بقول معادله بيكملوا بعض، لا ده غنى عنه ولا ده غنى عنه. واللي بيقوم بالدور ده هو المهم، هو المدير الفني، هو اللي بيبقى ادرى الناس بكيفيه اداره هذا الموقف. فهو بيبقى له الاولويه وبيبقى له الرؤيه. في نفس الوقت انت بتبقى ليك دور. هو شايف ان دورك دلوقتي لازم يبقى في المرحله دي كبير، يديك المرحله دي. لا عاوز يبقى قليل شويه، بيديك قليل شويه. ودي بتبقى راجعه لثقه المدير الفني والثقه المتبادله ما بينه وما بين اللاعبين. في نفس الوقت كل واحد همه الاول والوحيد في الفرقه ان الفرقه تبقى كويسه. وزي ما مستر مانويل يعني متفقين على فلسفه معينه ان النجم هو الفرقه، والنجم مش ولا كبير ولا صغير، كل واحد بيتساوى في ان هو بيقدم شيء للفرقه، تساعد الفرقه ان هي تاخد بطولات وتكسب ويبقى في مكسب، لان المكسب بيعم على الجميع. عايز التجربه بتاعت اوسكار الدينزو بالذات وتحليل المباريات. يعني انا عايز اقول لك انا شاب بشوفه وبتابعه وبتكلم معاه على طول. منها يعني ثمار امبارح ماتش زيسكو حاجه من الشغل اللي كان عامله اوسكار والتحليل. انت كلاعب كبير وخبره، مش عارف عدى عليك الموقف ده ولا لا، استفدت ايه من اوسكار ده؟ في كلام كتير احصائيا عليك، في كلام انت ما بينك وما بينه هو شخصيا او مستر جوزيه بتقعدوا تتكلموا في احصائيات سواء شخصيه ليك او عامه للفرقه كلها؟ هو دايما بيبقى بعد كل مباراه وبيختار 3-4 لعيبه بيقعد معاهم، هو اوسكار وبيدرو بيقعدوا معاهم على انفراد وبيحلل الاداء.
السلبيات والايجابيات، مش ابو تريكه بس ولا حسام بس ولا كل الموجودين. اختار 3-4 هو شايف ان في الوقت ده او بعد المباراه دي مناسب اللي انا اكلمه في امور معينه، من ناحيه تحرك، من ناحيه لياقه، من ناحيه تكتيك، من ناحيه المهام اللي كنت مكلف بيها قمت بيها بنسبه كام. فكل دي بتساعد على ان الواحد يرتقي بمستواه، وفي نفس الوقت بيحاول يشوف سلبياته بيتلاشاها، وبيشوف الايجابيات بيزودها، وده بيخدم الفرقه ككل، بيطور من الاداء. في نفس الوقت من الناحيه التمرين كمان بيبقى فيه تركيز في التمرين، لان انت مش محاسب بس في الماتشات، انت محاسب في التمارين. فده برضو بيعكس التركيز، بيزود التركيز وبيزود الاداء الجماعي والتجانس والانسجام، لان بيبقى فيه رؤيه فرديه وبعد كده بيبقى رؤيه اوسع، رؤيه جماعيه، بيبقى فيه شغل جماعي مع الفرقه. وده اعتقد ان هو اسلوب علمي النادي الاهلي بدأ بيه. اعتقد ان الانديه اللي بعد كده هتاخد نفس المنوال يعني. عايز اكلمك شويه على في مواضيع شخصيه، اللعيبه شخصيه، زي موضوع احمد شكري. وانا عارف ان انت بتتكلم مع احمد كتير، بتتكلم مع فروتو كتير، بتتكلم مع اللعيبه الصغيره كتير. رايك ايه في التجارب دي؟ هل اللعيب يعني ياخد الخطوه دي من دلوقتي علشان هو حاسس شويه ان هو ممكن ما يشاركش بصفه اساسيه، ولا لازم يتعب الاول وبعد كده يتنقل في فتره احترافيه حتى لو كانت انتقاليه تنقله بعد كده لنقله كبيره؟ هو دايما الانسان هو الصغير محتاج اللي يوجهه، بس هو دايما انت عارف مرحله الشباب دايما بيبقى فيه روح المغامره يعني، ودي انا حسيتها في شكري عاوز يجرب، فما تقدرش انت تحكر عليه الموضوع ده، روح المغامره، فهو عاوز يقوم بيها فقام بيها. يعني فانت لازم تتحلى بالصبر، سواء نجحت ربنا سبحانه وتعالى ده كتب لك النجاح في مرحله الاحتراف، فلازم يبقى عندك صبر. لو ربنا ما كتبلكش ان انت ما تبقاش موجود ورجيت تاني، لازم محتاج صبر، لان كل واحد محتاج فينا صبر في كل مراحل الحياه. وانا النصيحه اللي انا قلتها لشكري ان هو يصبر، سواء كان كتب له بالنجاح اتمنى له ان شاء الله النجاح، سواء او رجع يبقى عنده صبر، لان شكري من اللعيبه الواعده ومن مستقبل الناس الموجوده الصغيرين، لهم مستقبل كبير، واتمنى انهم من الدعائم الاساسيه اللي هيبنى عليها الفرقه ان شاء الله بعد كده. عايز ارجع برضه اكلمك في نقطه مهمه كنت يعني نسيت اتكلم معاك او فيها في بدايه الحوار، موضوع كل 4 ايام ماتش وفي بطوله مختلفه وفي سفر وفي جهاد. احنا هنلعب يوم الجمعه المصري، هنعمل ايه احنا كلاعيبه كبار في الموضوع ده، والنادي الاهلي تحديدا لانه بيشارك في اكتر من بطوله، وسمعت ان كابتن سمير عايز يرجع كمان كاس مصر. لا احنا متعودين على كده، احنا بقى لنا 6-7 سنين متعودين على كده. انما بيبقى لها شغل تاني، بيبقى لها شغل فني ولها شغل تكتيك ولها برضه اسلوب معين في الحياه بره الملعب. فاعتقد ان الحمد لله كل العناصر دي موجوده في اللعيبه الموجوده، عندها ثقافه سواء خارج او داخل الملعب، في شغل على اعلى مستوى من الجهاز الفني، في علم احنا ماشيين بيه. فاعتقد ان الامور دي بتسهل شويه، وبعتقد ان احنا قادرين ان شاء الله ان احنا نتاقلم بسرعه على المواقف دي، ان شاء الله يبقى النتائج احسن واحسن ان شاء الله الفتره الجايه. الفتره اللي جايه دي مرحله حرجه، جمهور النادي الاهلي مستني كتير قوي، مستني 2 minutes. عايز رساله لجمهور النادي الاهلي على المرحله اللي جايه، ونطمنهم على ان شاء الله على المنافسه على بطوله الدوري وبطوله افريقيا. اتمنى ان شاء الله زي ما هم مساندين للفرقه في كافه الاوقات، احنا يعني نفسنا ان احنا نقدم لهم حاجه، نقدم لهم المتعه ونقدم لهم السعاده، واعتقد ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله ان احنا قادرين نقدم لهم المتعه والسعاده ان شاء الله باحراز البطولات، ودايما ان شاء الله يبقى متواجدين مع بعض ان شاء الله في كافه المحافل ان شاء الله يعني. ربنا يخليك.